من عجائب هذا الزمن وغرائبه أن الأيام تمر فيه مر البرق. بالأمس خرج رمضان، وها نحن اليوم في آخر شعبان، فاللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وسلمنا لرمضان وتسلمه منا بالقبول والرضوان. والله إنه درس بليغ يجب أن يتأمله كل عاقل، أن الأيام تمضي بنا سريعا إلى الله، وأن هذه الدنيا تأكل من أعمارنا، فليعد العبد العدة للقاء الله عز وجل. كم ستعيش في هذه الدنيا؟ ولو عشت فيها ما عشت فإن النهاية واحدة. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. فالعبد على جناح سفر، ولا نزول له عن راحلته إلا بين أهل القبور، فهو مسافر في صورة قاعد. وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. فالأيام تأكل من أعمارنا، تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق: ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. فالأيام تمضي بنا سريعا إلى الله عز وجل. خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب في الصحابة ذات يوم، فلما غربت الشمس قال: ألا إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. يقول ابن القيم معلقا على هذا الحديث: فليتأمل العاقل اللبيب الناصح لنفسه كم بقي له من هذه الدنيا بأسرها إلا كما بقي من هذا اليوم إلى أن تغرب الشمس. فماذا حصل أو ماذا يحصل العبد فيما بقي له من هذا الزمن اليسير؟ فليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام، وأنه قد باع الحظ النفيس بحظ زهيد خسيس لا يساوي شيئا. نقف اليوم على أعتاب شهر رمضان، ونحن أحوج ما نكون إلى أسباب رحمة الله عز وجل. نقف اليوم على أعتاب شهر رمضان، شهر الرحمات والبركات، ونحن أحوج ما نكون إلى أسباب رحمة الله. ألا وإن من أسباب رحمة الله صفاء قلوبنا ونقاء صدورنا من الشحناء والبغضاء. يا ترى كيف نصوم رمضان وقد امتلأت قلوبنا بالبغضة؟ يا ترى كيف يدخل علينا رمضان وبين الواحد منا وبين جيرانه وأصدقائه وأقربائه جبال من نار؟ فيا للعجب، ألم نقرأ القرآن في رمضان الماضي مرات وكرات؟ ألم نمر على قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ ألم نقرأ قول الله عز وجل: واعفوا واصفحوا؟ ولكن هل يقدر كل أحد على هذا؟ هذا لا يقدر عليه إلا الأتقياء الأبرار. ولذلك قال ربنا: وأن تعفوا أقرب للتقوى.
كان لعبد الله بن الزبير أرض بجوار أرض لمعاوية بن أبي سفيان بالمدينة، فدخل عبيد معاوية إلى أرض ابن الزبير وأفسدوا فيها، فكتب ابن الزبير رضي الله تعالى عنه رسالة إلى معاوية جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين إلى معاوية بن هند آكلة الأكبات. ومعاوية كان أميرا للمؤمنين، لكن هكذا جاءت الرسالة إلى معاوية ابن هند آكلة الأكبات. أما بعد، فإن عبيدك قد دخلوا في أرضي وأفسدوا فيها، فإن عادوا لمثل ذلك ليكونن بيني وبينك شأن والسلام. لما فتح معاوية رضي الله تعالى عنه الرسالة قرأها، وكان بجواره ابنه يزيد، قال: ما تقول يا يزيد؟ قال: وما أقول، ابعث إليه بجيش أوله في المدينة وآخره عندك في الشام يأتونك برأسه ليكون عبرة لمن اعتبر. فقال معاوية: لا، ولكن اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية ابن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين: إذا وصلك كتابي هذا فاعلم أن الدنيا لو كانت بيني وبينك ثم طلبتها مني لأعطيتها لك، فاضمم أرضي إلى أرضك وعبيدي إلى عبيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما قرأها ابن الزبير بللها بدموعه، ولما سافر إلى الشام نزل على معاوية وقبل رأسه وقال: لا حرم الله المسلمين رجلا له عقل كعقلك وحكمة كحكمتك. فإذا العفو والصفح لا يقدر عليه إلا الكبار، إلا الأتقياء من البشر. ألا فلتصم قلوبنا عن الشحناء والبغضاء، لنستفتح شهر رمضان بصفحة ناصعة بيضاء مليئة بالمحبة والمودة والصفاء، لتصم قلوبنا عن الشحناء والبغضاء. كفى ما مضى، كفى ما كان بيننا، فلا قلتم ولا قلنا، ولا فعلتم ولا فعلنا. ألا وإن من أسباب رحمة الله عز وجل إعانة الفقراء والمحتاجين، فيسروا على المحتاجين، أعينوا ذوي الحاجة والفاقة. إن الصيام يذكر العبد بتلك البطون التي جاعت، بتلك الأحشاء التي ظمئت وجاعت، فلما يجوع من تعود الشبع وألف أسباب المتع، فالغني والمترف لما يعضه الجوع بأضراسه يعلم الجوع كيف يقع، فيحس بالفقراء والمحتاجين. فأعينوا إخوانكم، فكم من حسنة إلى منكوب وصدقة إلى مكروب غفر الله بها الذنوب وستر بها العيوب، وإن الصدقة لتقي مصارع السوء وتطفئ غضب الرب. قال عمرو بن قيس: طوبى لمن أصلح قلبه قبل رمضان. لا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد من تخلية القلوب من المعاصي قبل تحليتها بالطاعات في رمضان، تماما كما لو أنك نظفت الإناء وغسلته وطهرته من أوساخه ثم وضعت فيه الشراب والماء، فإن الماء سيكون عذبا صافيا. أما في حالة لو بقي
الإناء على أوساخه وأدرانه ثم صببت فيه الماء أو الشراب فإنه سيتلوث. كذلك القلب في رمضان، حتى يعيش القلب نفحات رمضان وحتى ينال رحمة الله عز وجل وحتى يكون مستعدا لتقبل تلك الرحمات أو الرحمات والنفحات، لا بد أن يطهر من أدران ولوثات المعاصي. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: يا هذا طهر قلبك من الشوائب، فإن المحبة لا تلقى إلا في قلب طاهر. أما رأيت الزارع يتخير الأرض الطيبة ويقلبها ويعاهدها ثم يرويها ويسقيها ثم يضع فيها البذر ثم يتعاهده، فإذا رأى شوكا نحاه وإذا شاهد حجرا ألقاه. فكذلك الله جل في علاه إذا أراد عبدا لمحبته ووداده حصد من قلبه شوائب الشرك وطهره من أرجاس الرياء والشرك، ثم يسقيه ماء الهدى فينبت حب المحبة والمعرفة، فتحمد المعرفة قلبا طاهرا وقوتا عامرا. فإذا أردت أن تشعر بنفحات رمضان ولذته لا بد أن تطهر قلبك. فإذا كنت ممن هجر الصلوات فاملأ قلبك ندما على ما مضى وفات، وإذا كنت ممن هجر القرآن فمن اليوم حرك به القلوب والوجدان لتنال المغفرة والرضوان في شهر رمضان. ولذلك قال سلمة بن كهيل: كان السلف يسمون شهر شعبان بشهر القراء، لأنهم يكثرون قراءة القرآن فيه استعدادا لرمضان. وقال أحد السلف: من لم يزرع في رجب ولم يسق في شعبان فكيف يحصد في رمضان؟ فإذا لا بد من تطهير القلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت الملائكة وهم مخلوقون لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة، فكيف تدخل محبة الله وتعظيمه والإنابة إليه بقلب امتلأ بكلاب الشهوات؟ لا يدخل. فلنعاهد قلوبنا من هذه اللحظة